سيسنياهو، يا صبي نتنياهو، يا ابن بائعة الهوى. خالك اللي بعته الكيان يحضر في الجنائية الدولية النهاردة يدافع عن الكيان السرطاني المحتل لأراضينا في فلسطين. باعك على مفرق الطريق وقال إن ما يسمى بإسرائيل لم تغلق المعبر ولم ترفض دخول المساعدات، والمعبر دوت مسؤولية مصرية بحتة. عرفت بقى لما احنا كنا بنقولك تلحف بشعبك وخليك كده مستخبي ورا شعبك ومستخبي ورا الناس وافتح المعبر، حسس الناس كده ان وساختك لها حدود بدل ما وساختك وانحدارك وسقوطك في الهاوية السحيقة بلا حدود يا وسخ يا نتن. اهم باعوك خوالك، دمك ولحمك الصهاينة باعوك. وعلى فكرة لما يتم إدانتهم هم هيتبرؤوا منك، زي فعلا ما ربنا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لو أنا منك ولو عندك باقي شوية دم في عروقك، مش دمك أبيض زي دم الصراصير، افتح المعبر. افتح المعبر لأن هما بيقولوا لك، قالوا في الجنائية الدولية، قال لك انت اللي مسؤول عن المعبر مش هما. يا وسخ، يعني انت مشارك في جريمة الإبادة وهتلبسها في الآخر. أديك شفت رئيس وزراء بريطانيا جاب ورا مرشدين على الآخر لما لقى الموضوع داخل في جنائية دولية وجرائم إبادة، إنما انت اللي هتلبس نفسك في الآخر يا وسخ. والجواسيس اللي زيك ملهمش تمن، أسيادهم دايما بيضحوا بيهم. عارف ليه؟ لأن اللي زيك ما يسواش حتى ولا حتى عقب سجارة. عقب السيجارة جايز له تمن عنك وعن الخنزير اللي اسمه عباس كامل، مدير مخابراتك الجاسوس اللي شغال جاسوس شوية للسعودية وشوية لإسرائيل. واخد بالك؟ فانتوا اتكشفتوا.